النهارده هنتكلم عن متلازمة هز الطفل الرضيع اللي بتحصل ممكن نتيجة غضب أحد الوالدين أو فرحة زيادة عن اللزوم فبيهز الطفل جامد زي الفيديو ده بالظبط. الأب هنا كان فرحان جدا فقعد يهز البنت وهو مش واخد باله. طب ده خطر في إيه؟ إن المخ بيتحرك داخل الجمجمة بشدة فممكن لا قدر الله يسبب كدمات، يسبب نزيف، يسبب تورم في الدماغ، وده خطر جدا على الطفل الرضيع. برضو انا عايزة الفت الانتباه لموضوع السبوع. الطفل لما بيتحط في المنخل ويتحرك جامد دي برضو خطر جدا على الطفل، فياريت ما نبطل العادة السيئة دي. المخ عضو طري والجمجمة عبارة عن جسم صلب، فلما المخ يتحرك جامد داخل الجمجمة هيؤدي ان الارتطام ده ممكن يسبب لا قدر الله نزيف او تورم. فياريت نبطل الهز الطفل بعنف. ده طبعا لا يشمل الهز الخفيف ولا يشمل ان احنا بنتمرجح بالطفل، الحاجات البسيطة دي ما بتسببش الموضوع ده. الكلام هنا على الهز العنيف.